تفتح عينيك على صوت ماء ينساب بهدوء، حدائق خضراء، عطر زهر البرتقال في الهواء. أنت الآن في الأندلس، لكن لا تنخدع بالجمال، لأن خلف هذا الهدوء عالم كامل من القوة والعلم والصراع. تمشي في شوارع قرطبة، ترى النور في كل زاوية، ليس نور الشمس فقط، بل نور المعرفة. مكتبات، علماء، نقاشات لا تتوقف. هنا لا يقاس الإنسان بقوته، بل بعقله. وهنا تفهم أول درس: العلم يرفعك أو يتركك خلف الجميع. ترفع رأسك، ترى المساجد شامخة، والناس يدخلون ويخرجون بطمأنينة، لأن الإيمان هنا ليس طقساً، بل أسلوب حياة، نظام، أخلاق، تواز. وهنا تدرك أن الحضارة لا تبنى بالحجارة فقط، بل بالقيم. تقترب من الأسواق، حركة، تجارة، لغات مختلفة، مسلمون، يهود، مسيحيون، يعيشون في توازن دقيق. كل واحد له دوره، كل واحد له مكانه. وهنا تفهم أن القوة الحقيقية ليست في التشابه، بل في القدرة على التعايش. تمر الأيام، تتعلم، تكبر، تفهم كيف تدار الأمور، كيف تبنى حضارة تجعل أوروبا تنظر بدهشة، لأن ما تراه هنا لم يكن عادياً، كان قمة ما وصل إليه الإنسان في زمانه. لا، الهدوء لا يدوم. تبدأ التوترات، الصراعات، الانقسامات، وهنا يظهر الوجه الآخر، لأن الحضارة التي لا تحمي نفسها تبدأ في السقوط، وتدرك أن القمة صعبة، لكن الحفاظ عليها أصعب. تشتد الأحداث، مدن تسقط وأخرى تقاوم، والكل يشعر أن النهاية تقترب، لكنك أنت تختار أن تبقى، أن تتعلم، أن تحافظ على ما تستطيع، لأن الاستسلام يعني ضياع كل شيء. وفي النهاية، نعم، عشت المجد. نعم، رأيت واحدة من أعظم حضارات التاريخ. نعم، شهدت كيف وصل الإنسان إلى القمة، وحتى عندما بدأ السقوط بقي الأثر، بقي العلم، بقيت الروح. لأن الأندلس لم تكن مجرد أرض، بل كانت فكرة، والفكرة لا تموت.